السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد. ليش الطيران العراقي محظور في أوروبا من 2015؟ وهل هو الوحيد؟ وليش أصلا أوروبا تحظر بعض شركات الطيران؟ وكيف ما زالت تشغل رحلات إلى أوروبا في ظل الحظر هذا؟ وليش العراق فاز بكأس الخليج الأخير؟ سوري هذا السؤال دخل بالغلط، إيش دخل كأس الخليج بالحظر؟ المهم مستر طيران بيعطيك السالفة باختصار، يلا على الفيديو. الخطوط العراقية هي من أقدم شركات الطيران في العالم، تأسست في 1945 يعني في نفس السنة اللي انتهت فيها الحرب العالمية الثانية، تخيلوا. وطبعا مثل أي شركة طيران تعرضت لعقبات وإيجابيات وسلبيات لأسباب كثيرة، ومن هذه العقبات أن أوروبا حطتها في قائمة شركات طيران محظورة. طبعا قبل لا يجي حد ويقول لي أكيد أسباب سياسية وحروب وكذا، لا يا عزيزي، هذه القائمة ما لها أي علاقة بالسياسة، هي فقط تتبع القوانين والقواعد المرتبطة بالسلام. فمن الحين حبيت أوضح أن الموضوع مو سياسي، وأصلا محتواي كله فقط عن عالم الطيران والطائرات والمطارات، مثل هذا الفيديو اللي هو عن سلامة الطيران حول العالم. المهم عشان ما في كثير يتكلموا عن هذا الموضوع بوضوح، حبيت أكون من أول القنوات العربية اللي توضح سالفة حظر الخطوط العراقية بشكل أعمق، وتبين الجانب الإيجابي والسلبي أيضا. طيب خلونا نعرف عن هذه القائمة اللي أوروبا حطوا الخطوط العراقية فيها. أي شركة طيران غير أوروبية حابة تشغل رحلات في الأجواء الأوروبية لازم تحصل موافقة وشهادة TCO اللي هي شهادة مشغل البلد الثالث، Third Country Operator. يعني إذا عندك شركة طيران برا أوروبا وحاب تحصل على هالشهادة لازم تقدم طلب، وبعدين توفر المستندات المطلوبة، وبعدين تطبيق كل القواعد المطلوبة، وبعدين يراقبوك ويتم عقد اجتماعات وحضور تفتيش لمقرك وغيره عشان يتأكدوا أن كل شيء سليم. الحين شركة الطيران اللي تفشل في أي مرحلة من المراحل هذه ما راح تحصل على هذه الشهادة، ويتم وضعها في قائمة شركات الطيران المحظورة في أوروبا اللي تصدر من الأياسا، منظمة السلامة الأوروبية، على أساس قواعد السلامة الصادرة من المنظمة العالمية للطيران ICAO، اللي فيها القواعد الأساسية لأي نظام سلامة طيران في أي بلد. وفيها قواعد مثل لازم يكون عندك موظفين مؤهلين، نظام مراقبة سلامة متكامل، نظام تصريحات ورخص الطيارين وغيره. المهم هذه القائمة تتحدث كل فترة، وآخر تحديث فيها كان قبل شهر تقريبا. في التحديث في 129 شركة طيران، 101 شركة منها عندها نقص في الرقابة على سلامة الطيران، 22 منها شركات طيران روسية، فيتبقى منها 6 اللي عندها نقص حاد في سلامة الطيران. واحدة منهم هي الخطوط العراقية. طيب هل هي الدولة العربية الوحيدة في القائمة؟ هي الوحيدة العربية في الست الأخيرة، ولكن القائمة تضم دولتين عربية أخرى هي ليبيا والسودان. طيب هل في أسباب واضحة لحظر الخطوط العراقية؟ ما في أسباب محددة، ولكن تم تسجيل أكثر من 200 مخالفة على الخطوط العراقية من منظمة السلامة الأوروبية خلال السنوات الماضية، ويمكن تكون من ضمنها المضاربة اللي صارت بين طيارين خلال الرحلة، أو لما طيار دخل موديل مشهورة إلى قمرة القيادة بدون إذن، أو لما انفلت دب من قفصه داخل الطائرة في رحلة إلى دبي، أو أسباب أخرى مثل الانحراف عن مسار الرحلات أو التدخين وإهمال الاتصالات داخل الطائرة حسب ما ذكرت بعض المصادر. طيب تعال أعطيك ملخص سريع شو صار من أول الحظر إلى الآن. كانت الخطوط العراقية عندها رحلات إلى أوروبا مثل السويد وألمانيا وغيره. أول حظر رسمي من منظمة السلامة الأوروبية للخطوط العراقية كان في 2015. عشان تطلع من هذا الحظر لازم تقدم مستندات تبين أنت كيف قاعد تطور السلامة عندك وتصحح الأخطاء، وبعدين يتم زيارة مقرك ويشيكوا أن اللي قدمته في المستندات قاعد تطبقه فعلا ومو كلام على الورق بس. قدمت الخطوط العراقية مستندات كاملة بخطتهم لتصليح كل أخطاء السلامة، وأوروبا شافت أن الخطوط العراقية ماشية في الطريق الصحيح، فقررت تعليق الحظر عنهم في 2016 لمدة 6 أشهر. بعدين بدأت الأمور تتعرقل، التطور من الجانب العراقي بدأ يتراجع، في اجتماعات مطلوبة ما حضرها ممثلين الخطوط العراقية حسب بعض المصادر، وشافت الأياسا أن الأشياء اللي لازم تحققها الخطوط العراقية للحصول على شهادة مشغل البلد الثالث صارت معرقلة، فرجعت الحظر مرة ثانية. وفي عام 2022 فلاي بغداد طيران عراقي آخر قدموا طلب للحصول على شهادة مشغل البلد الثالث، وتم الرفض من أياسا لأسباب مثل عدم تطابق أوقات الرحلات والعمل والراحة للطاقم مع قواعد الراحة العامة في الطيران. المهم فلاي بغداد قدموا اعتراض على الرفض، وحضروا اجتماع مع الأياسا مع هيئة الطيران العراقي، قدموا عرض كامل عن خطتهم في تطبيق السلامة، ولكن للأسف تم الرفض مرة ثانية. وفي آخر تحديث للقائمة تم ضم فلاي بغداد للحظر، ونشرت الأياسا هذا التصريح إنه مع الأسف اضطرينا نضيف فلاي بغداد لقائمة الحظر بسبب بعض الملاحظات المقلقة بخصوص السلامة، ونتمنى أن تواصل فلاي بغداد للعمل على إصلاح هذه الأمور. وأبلغت الأياسا أنه راح تسوي زيارة للعراق لتقييم ومراقبة المقرات والعمليات قريبا، ونتمنى تكون زيارة إيجابية. اللجنة الأوروبية لما تعمل لك زيارة وتفتيش لمقرك عشان تحصل على الشهادة ممكن تشطب طائرات غير صالحة للطيران لأوروبا، أو تشطب موظفين ما عندهم التدريب الكافي للعمل في أوروبا، أو تغيير شركة صيانة الطائرات اللي أنت متعامل معها. فأتوقع هذا الشيء صعب الموضوع أكثر. وإذا قلت لأوروبا عندي مشاكل في البلد والاقتصاد وغيره راح يكون عذر مو قوي، لأن مثلا اليمن فيها مشاكل ولكن طيران اليمنية مو موجود في القائمة وما عليه حظر.
المهم ما زال الحظر موجود على الخطوط العراقية وتم تمديده أيضا في 2023. ونوصل لأهم جزء في السالفة اللي هو من 2023 وفوق. مع أن الخطوط العراقية محظورة في أوروبا، بتقول لي في رحلات حاليا إلى أوروبا مع الخطوط العراقية إلى برلين وكوبنهاجن وفرانكفورت ودوسلدورف وغيرها. كيف سوتها الخطوط العراقية؟ الخطوط العراقية شافت أنه موضوع الحصول على شهادة تشغيل في أوروبا راح يطول، فأخذت حل مؤقت اللي هو تشغيل رحلات إلى أوروبا بطائرات غير مسجلة في العراق، يعني باختصار هو المعروف بالويت ليس في عالم الطيران. راحت الخطوط العراقية إلى طيران تيل ويند، اللي هي شركة طيران تركية بريطانية، واستأجرت منهم طائرة 737-8، وهي هذه الطائرة المستخدمة حاليا في رحلات الخطوط العراقية إلى أوروبا. وسوت أيضا نفس الشيء مع طيران إير إكسبلور من قبل. وهذه الحركة فادت الخطوط العراقية أنه خلوا أمور الصيانة والسلامة والتدريب وغيرها على طيران تيل ويند، وشغلوا الطائرة باسمهم وطاقمهم في هالرحلات إلى أوروبا. طيب بتقولي كيف سمحت أوروبا بهالشيء؟ عادي يا عزيزي، في استثناء لأي طيران محظور في أوروبا أنه يستخدم اتفاقية الويت ليس ويشغل طائرات مسجلة مع طيران غير محظور. وطبعا هذه الحركة تعتبر خيار مؤقت، مثلا اتفاقية لمدة سنة، وتحتاج أكثر من جهة عشان تسوي هذا التشغيل المشترك. وحتى قبل 3 أيام تقريبا نشرت الخطوط العراقية إعلان رسمي لطلب أي مشغل يمكن أنه يتفق مع الخطوط العراقية لتشغيل رحلاتها إلى أوروبا، وبدأت تستقبل المتقدمين. ونعيد ونكرر، هذا المفروض مؤقت، ولازم توصل إلى مرحلة أنك تشغل طائراتك المسجلة عندك وتلغي الحظر عنك. وصراحة في آخر فترة الخطوط العراقية ماشية تمام في إصلاح الأمور اللي تشيل الحظر عنهم، مثل تجديد أسطول الطائرات وإعادة الطائرات الواقفة إلى الخدمة. فرجعوا خلال أسبوع 4 طائرات إلى الخدمة، 2 737 ماكس وإيرباص 220. وسي ار جي 900 أكملت الصيانة والتجهيز في كاليفورنيا أمريكا. وأيضا شراء طائرتين 787 دريم لاينر، اللي واحدة منها نقلت المنتخب العراقي إلى فيتنام مؤخرا. وعرضت بعض الطائرات القديمة للبيع، مثل 2 747 كانت واقفة في أحد مطارات تونس لسنين، عرضوها في مزاد ابتداء من 400 ألف دولار. أيضا استئناف رحلات إلى بعض الوجهات مثل الصين وموسكو ومؤخرا ماليزيا، وأيضا إطلاق موقع جديد للحجوزات غير الموقع القديم. وفي موضوع قبل أسبوع تقريبا لما طائرة للطيران السوري أعلنت الطوارئ في رحلتها من الدوحة إلى دمشق، وهي في الأجواء العراقية، وتم التواصل السريع مع المراقبة الجوية العراقية وهبوط الطائرة بسلام في مطار بغداد بدون أي مشاكل. مثل هذه الأمور لو استمرت في التطور أتوقع بينلغي الحظر الأوروبي. طيب ممكن تسأل نفسك، هل يستاهل كل هذا التعب عشان تشغل رحلات إلى أوروبا؟ يعني هل هذه الوجهات فعلا مربحة للطيران العراقي؟ الجالية العراقية يا عزيزي في أوروبا كبيرة، وأكيد في طلب على الرحلات. مثلا في ألمانيا فقط في ما يقارب نصف مليون عراقي، وأيضا الحظر هذا مضر اقتصاديا وفي سمعة الخطوط العراقية العالمية، فبكل الأحوال حلو إنه ما تكون في هذه القائمة. وبعدين يا أوروبا يا حلوين، مركزين في الشركات الثانية على سلامة الطيران وناسين شركات أوروبية معروفة وعندها حوادث كثيرة، مثل طيران فرنسا اللي هو في قائمة أكثر حوادث طيران في العالم. فمقارنة مع الخطوط العراقية ما في فرق كبير. المهم اعذروني الخطوط العراقية، بعطيكم مقترح وانتوا أفهم بأموركم. الحين تقولوا هذا مسوي نفسه فاهم وبدأ يقترح كمان. لا، تعال علمنا بعد. هدوا هدوا يا جماعة، فقط من باب مجال اقتصاد الطيران العالمي أشوف إن الخصخصة مثلا صارت حل لأغلب شركات الطيران اللي تعاني. الخصخصة يا عزيزي أو البرايفتيزيشن إنه تتحول ملكية الشركة إلى خاصة ومو حكومية، ويقدر أي حد يملك أسهم فيها وحتى موظفين الشركة نفسها، مثل ما قاعدة تسوي الأرجنتين مؤخرا. رئيسهم أعلن عن خطة لخصخصة الخطوط الأرجنتينية والمطار الرئيسي للبلد أيضا، عشان معايير السلامة والخدمة وغيرها ترتفع وتكون أدق، لأنها تصير شركة خاصة ومو لجهة حكومية مثل الخطوط العراقية اللي هي تابعة لوزارة النقل العراقية. بالمناسبة حتى مطار هيثرو لندن المشهور مملوك لجهات خاصة مو لحكومة بريطانيا. وأيضا جانب آخر هو فتح وجهات أخرى مربحة خارج أوروبا، واللي الخطوط العراقية قاعدة تسويه الحين. شو رأيكم؟ هل الخطوط العراقية ماشية في الطريق الصحيح لإلغاء هالحظر، ولا بيستمر عرقلة الأمور اللي صار لها سنين؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. نتمنى عودة هذا الطيران العريق إلى المستوى المطلوب وأفضل بعد، ويكون ممثل للطيران العربي في العالم. أشوفكم فيديو جديد. سلام.